اليوم في عيد. اولا الاحتفالية ديت كانت المفروض يوم 25 يناير، ونظرا لوجود اجازة نصف العام دعونا نحتفل اليوم بعيد الشرطة 25 يناير. بعد الترحيب بزملائي اعضاء هيئة التدريس الكرام، اعزائي الطلبة والطالبات، مصر اليوم في عيد. دي كلمتنا اليوم في احتفالية مدرستنا ميت الرخا رقم 1 بعيد الشرطة. عيد الشرطة اعزائي الطلبة والطالبات هو من اعز الاعياد القومية في تاريخ مصرنا الحبيب. نيجي نختار عنوان للكلمة ما لقناش الا كلمة حب، انتماء، تضحية. حب الوطن، الانتماء لهذا الوطن، التضحية من اجل هذا الوطن. الرسالة ديت بنقدمها لرجال الشرطة العيون الساهرة الباسلة التي تحمي وطننا الارض. نيجي نفتح قصة هذا اليوم بالذات. لماذا الاحتفال يوم 25 يناير من كل عام بهذا اليوم؟ سوف اخذكم في كتاب تاريخنا في صفحة الشرطة القومية المصرية لتعرف ماذا او قيمة هذا اليوم. في صباح يوم 25 يناير عام 1952 كان هناك الاحتلال البريطاني على مصر. كان يريد السيطرة على محافظة الإسماعيلية وضبط أقسام الشرطة بها. أولا كان الاحتلال البريطاني مليء بالأسلحة الحديثة والمدافع، وحاول دخول الإسماعيلية عنوة أو بقوة، وطلب من رجال الشرطة تقديم أو تسليم مراكز الشرطة في الإسماعيلية، ولكن المستحيل ليس مع رجال الشرطة. رفضوا وأبوا على تسليم مركز الشرطة مضحيين بأرواحهم في ذلك اليوم. وتخليدا لهذه الذكرى نحتفل كل عام من 25 يناير بهذه الذكرى العطرة في تاريخ وطني. تاني يبقى إذن عيد الشرطة يعتبر من الأعياد القومية التي يجب أن نحتفل بها. نيجي ننتقل إلى تاريخ بلدنا. طيب، عام 1973 ضربت الشرطة المصرية الباسلة مثالا إلى التضحية، وقاموا بحماية الجبهة الداخلية في مصر عندما كان الجيش المصري يحمي الجبهة الخارجية. فتحية إجلال وتعظيم لأرواح الشرطة العطرة. ونقوم الآن بعزف النشيد الوطني ووقوف دقيقة حداد على أرواح شهدائنا، شهداء الوطن، شهداء. كملي من الآن ماشي وأنا أبدأ. كل سنة عشان نعزف النشيد الوطني تقديرا لرجال الشرطة.